suis avant tout un homme de la terre. Je suis diplômé de Guelma et d'Antibes. Et je suis aussi cinéaste accidentellement. Je suis venu au cinéma par accident et je me suis maintenu par oubli. Allahu Akbar! Action! رحل محمد الخضر حمينة فانطفأت واحدة من أعظم عدسات الثورة الجزائرية بخبر يشبه إعلان الحداد على زمن بأكمله. تعود الشاشة إلى الأبيض والأسود لا لتستحضر الماضي بل لتعلن رحيل من رسمه بأدق تفاصيله. مشهد أخير يختزل سيرة رجل لم يغادر الميدان يوما بل انتقل من خنادق المعركة إلى مشاغل الذاكرة. فهو لم يكن مجرد مخرج ولا صانع أفلام فقط بل كان ذاكرة تمشي على قدمين ومجاهدا حمل البندقية حين نادت الجبال ثم استبدلها بعد الاستقلال بكاميرا لا تقل مقاومة. بمدينة مسيلة عام 1934 ولد فتى لا يهوى السينما فحسب بل يؤمن بها كسلاح. أين أيقن أن معركة الذاكرة أشد ضراوة وأن الصورة قد تكون أبلغ من الرصاصة. في عام 1975 وقف محمد الخضر حمينة في قلب مهرجان كان حاملا الجزائر على كتفيه ليتوج فيلمه وقائع سنين الجمر بالسعفة الذهبية، وهو أول تتويج من نوعه لفيلم عربي وإفريقي. لم يكن الانتصار شخصيا بل كان انتصارا لأمة واعترافا عالميا بأن في الجزائر السينما وفي الذاكرة ثورة، وكان صفعة في وجه النسيان ومرآة عاكسة لبشاعة الاستعمار وبسالة ونضال الشجعان على أرض الأحرار. كيفاش سي حسن؟ لاباس؟ واش عملت مع الافوكا؟ واش من لاباس يا راجل؟ خليني نرحم والديك. مرتي رجعت تخدم مع لاصاص، حكمت لي افوكات باش تبيعني تخدمني. واش بيها هبلت ولا واش؟ ولكن حمينة لم يتوقف هناك. أفلامه الأخرى مثل ريح الأوراس، رياح رملية وديسمبر شكلت علامات فارقة في مسار السينما الجزائرية، تناول فيها آثار الاستعمار وآلامه ما بعد الاستقلال بلغة رمزية وشعرية وطرح إنساني عميق قريب من الحقيقة. ولأن الجزائر لا تنسى أبنائها ولا عطاء رجالها، كرم الخضر حمينة في ماي 2023 حين قرر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما حاملا اسمه، ليتم تدشين المعهد في أكتوبر الماضي في لحظة وفاء لرجل أعطى ولم يطلب، صنع ولم يتباهى، وحفر في صخر النسيان صورة وطن لا ينسى. محمد الخضر حمينة لم يكن مجرد شاهد على العصر بل كان الصانع الفني لوجدان أمة وجنديا آخر في جيش التحرير، يكتب بحبر الضوء ذاكرة تأبى أن تمحى. رحل الرجل وبقيت أعماله تتكلم بلغته، تنبض بفكره وتقول للأجيال: كان في الجزائر رجل اسمه محمد الخضر حمينة لم يساوم على بلده لا في المعركة ولا في الكادر السينمائي، فسلام على من أوفى للوطن حتى آخر مشهد.